السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة بسيطة كده ومختلفة. طبعا أكيد كتير مننا عارفها. هعمل الفول النابت. أنا هنبته عندي في البيت، يعني أنا هشتريه بس كده من عند العلاف وهنبته، هنقعه وهنبته واعمل كل حاجة في البيت، مش هشتريه، يعني أنا مش مشترياه جاهز زي كده. الحاجة بسيطة جدا، ما بياخدش ازيد مثلا من نص ساعة في التسوية، غير بس ان هو الوقت بتاعه في ان هو ينبت بياخد حوالي 3 ايام لحد ما ينبت معاكي كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت سبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة فضلا وليس امرا. هنا بقى انا جايبه هنا ربع كيلو فول. لو لقيتي حبايه، يعني الحبايه دي كانت كويسه برضو مش وحشه. لو لقيتي حبايه اكبر من دي كمان ولقيتيها افتح برضو من دي مش هتكون احسن واحسن، بس هي دي برضو كانت كويسه مش وحشه. هنا نقيت الفول كويس، مثلا لو في حاجه متكسره، لو في اي حاجه طبعا بتنضفيه. وهغسل الفول، هحطه بقى في البوله اللي انا هعمل فيها، وهشطف الفول كويس برضو عشان لو في رمل، لو في اي حاجه اشطفه وهنقعه في ميه وهرجع لكم تاني. انا هنا شطفت الفول كويس وحطيت فيه زي المعيار اللي انتوا شايفينه ده كده من الميه، وهسيبه لحد يعني هسيبه كده 12 ساعة. مش هغطيه ولا هعمل فيه اي حاجة، هسيبه زي ما هو كده برضو بره التلاجة. هنا كان مثلا الساعة 12 الصبح يبقى 12 بالليل، 12 ساعة بالظبط. وهتشوفيه كده، هتقلبيه تقليبة، وهتشطفي المية اللي فيه دي، هتصفيها وتشطفيه شطفة كويسة، وهتصفي المية اللي فيه تاني، وهتحطيه في حاجة ألمونيا او الكلام ده، ما تحطيهوش في حاجة بلاستيك. هتحطيه مثلا، انا حطيته في حله ألمونيا عندي وسيبته برضو 12 ساعه تانيين. يعني خليكي متابعه الوقت الصبح وبالليل، في نفس الوقت اللي انت هتعمليه فيه الصبح هتعمليه فيه بالليل، لحد ما تلاقي التنبيته بتاعته بقيت كويسه زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، وهتشوفوها تاني برضو في اخر الفيديو. هتلاقي التنبيته بتاعته كبرت كده وبقيت كويسه، يبقى كده تمام. بس تغطيه بعد ما تصفيه من الميه زي كده، تصفيه كويس وتحطيه في حاجه ألمونيا او اي حاجه عندك غير البلاستيك. هتغطيه بحاجه خفيفه ما تكونش تقيله وتكون نظيفه، وهتسيبيه بره التلاجة في حته كويسه بعيد عن النار وبعيد عن الحاجات ديت، يكون حته في منعزله كده لوحده. كل 12 ساعة أنا بشوفه، يعني مثلا صبح وبالليل، مش مثلا هو الصبح مثلا أشوفه وبالليل أشوفه واديله شطفة كل مرة اشطفه واصفيه كويس، وارجع اغطيه تاني بنفس الحاجة اللي انا كنت مغطياه بيها كده. بصوا، شويه ورا شويه لقيته التنبيت بتاعه بدأ يكبر اهو. بص التنبيت بتاعه انا كنت وريته لكم، دي كانت بقى اخر مره فضلت اعمله كده لحد ما وصل التنبيت للحجم اللي انتوا شايفينه ده. كان مثلا لمده 3 ايام، صبح وبالليل صبح وبالليل. تمام. هسويه بقى هنا برضو معاكم. حطيت النابت، غسلته وحطيته في الحله، نفس الحله شطفتها، وحطيت الميه، وحطيت بصلايه متقطعه مكعبات، وقرن فلفل رومي، او لو عايزاه حامي ممكن تحطي حته في يعني نص قرن فلفل حامي او ربع قرن فلفل حامي على حسب الرغبه. ونسيت اقول لكم كمان، انا هنا طبعا حطيت الملح والكمون، يعني انا بحط عليه بصل وفلفل وشويه ملح على حسب الرغبه، اللي على حسب ما هتدوقيه وتلاقيه مظبوط معاكي، والكمون شويه هتزودي الكمون شويه. وانا نسيت كنت اقول لكم ان انا حطيت يعني الفيديو ما جابهاش، سوري. حطيت نص ليمونه، حطيت ليمونه كامله، حطيت ليمونه كامله، قسمتها نصين زي ما انتوا شايفين كده. انا ما عصرتش الليمونه، انا قسمتها نصين وحطيتها في الميه مع البصل ومع الفلفل ومع الحاجات دي كلها. هتطلعي الفول زي كده لما تحسيه زي مثلا كانك بتسلقي لوبيا، بتسلقي فاصوليا. هتحسي ان الفوله استوت، يبقى كده تمام قوي. الشوربه تظبطي الملح بتاعها، وكده اكون انا خلصت الوجبه دي او الحاجه السريعه جدا دي. قولوا له ايه رايكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. وانا بعتذر يعني اتاخرت بقالي يعني يومين كده ما بنشرش فيديوهات ولا حاجه، بس كان عندي امتحانات وما زال عندي امتحانات. ادعوا لي بقى ربنا ينجحني وينجح الجميع يا رب. ومبروك للناس اللي النتيجه بتاعتهم ظهرت، الف الف مبروك وعقبال شهاده التخرج يا رب. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو، يا رب يكون عجبكم. ومستنيه تعليقاتكم الجميله زي ما انا دايما بستناها، مستنيه التعليقات العسل اللي انا بشوفها. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.